نعمل فراخ مشوية. هنجيب صدور فراخ مخلية ونقطعها شرايح، وبعدين هننقعها في مية وملح وخل وليمون ودقيق، ونشطفها بالمية كويس ونصفيها قوي. هنبشر بصلة كبيرة ونحط عليها ملح وفلفل اسود وبهارات، وكمان هنحط بهارات مشويات، وعليها كمان معلقة ونص عسل نحل. وهنقلب المكونات دي كلها ونتبل الفراخ بيها. هندهن صينية زيت، وعلى نار عالية هنشوح الفراخ على الناحيتين، ولما تبدأ الفراخ في الاحمرار هنضيف باقي التتبيلة اللي فضلت من التوابل والبصل اللي جهزناه قبل كده، وممكن نضيف ربع كوباية مية لو حسينا ان الفراخ ما استوتش قوي. وهنقلب لغاية ما الفراخ تستوي وتحمر. وعشان ندي طعم الشوي عندنا حل من اتنين: لا اما نحط الفراخ في شواية لمدة 5 دقايق، او نولع فحمة ونشفيها بالسمن ونغطي الحلة. ممكن نعمل من الفراخ دي سندوتشات فراخ لمناسبات حلوة جدا جدا. هنقطع في خس كابوتشا قطع صغيرة، ونحط عليها مايونيز، ونقطع الفراخ قطع صغيرة جدا جدا، ونقلب عليها الخس والمايونيز، وهنحشي بيها الفراخ ونقدمها، بتبقى حلوة ولذيذة جدا ومناسبة في المناسبات. وبالهنا.